وانا صغير كنت بنبهر جدا بالابطال الخارقين اللي في الافلام، السوبر هيروز. كنت مصدق بقى ان سبايدر مان بيطلع خيوط العنكبوت من ايده، وان سوبرمان بيطير. كنت مصدق ان في ناس عندها جناحات بيضاء شبه الملائكه، وفي ناس بجناحات سوداء شبه الشياطين. صدقت وتمنيت ان اكون زيهم. اتمنيت ان يكون عندي البدله الخارقه اللي الرصاص ما بيأثرش فيها والنار ما بتحرقهاش. عشت معاهم قصص بطولاتهم، تخيلت نفسي معاهم في افلامهم ورواياتهم لحد ما اتصدمت. كبرت بقى وعرفت ان كل ده مجرد قصص خياليه. وكبرت اكتر وفهمت اكتر ان السوبر هيرو اللي بجد هو اللي الموت ما بيقدرش عليه. وقتها اقتنعت ان مفيش غير سوبر هيرو واحد بس هو الوحيد اللي الموت ما قدرش عليه، وما كانش بطل فيلم اكشن ولا بطل روايه خياليه، لا، كان بطل موقعة الجلجثة، بطل الصليب، بطل القبر الفاضي، يسوع المسيح، اللي قدم دعوة لكل الناس ان اللي يآمن بيه هتكون ليه حياة أبدية ما بتنتهيش، اللي قال عن نفسه كده: من آمن بي ولو مات فسيحيا. فما تبصش على السوبر هيروز وتقول يا ريتني كنت زيهم. بص ليسوع، بص للي عمله علشانك وللي يقدر يقدمه لك. اللي يسوع عمله بالصليب وعمله بالقيامة ضيع هيبة الموت، كسر شوكته. فلو انت عايز تعيش للأبد، لو عايز الموت ما يقدرش عليك، انت مش محتاج تبقى زي السوبر هيروز، انت محتاج تتبع يسوع وتآمن بيه.